السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل فيه عجينة الطعمية في البيت بكل سهولة. أسعارها بقت غالية بره ومش صحية خالص، بيعملوها بزيت كده مش صحي، وهي نفسها ما بتكونش صحية، فهنعملها في البيت. مفيش غنى عنها في الأيام اللي جاية، أيام الدراسة وفي الفطار عامة. أنا عندي هنا كيلو من الفول، أنا بخمره من بالليل للصبح. بغير من عليه المية مرتين على أقلها حاجة عشان السائل اللي فيها أو المادة اللي بتكون فيها اللي هي ضارة بالصحة تطلع. برضو بشطفه كويس. بعد كده باخده بفرمه في الكبة مع بصلة وراس ثوم مقشرة طبعا. بضيف ليها كمان عندي هنا كرات وربطة من الكزبرة الخضراء. طريقة الفرم بقى انت بتفرميها زي ما انت عايزة. احسن حاجه تفرميها فيها الكبه ديت. الكبه دي بتسهل قوي لو متوفره عندك. انا بفرم الفول كده فيها الاول. حبيت اجرب الطريقه ديت. انا كنت عاملاها معاكم وفرمتها كلها كده مع بعض، الخضار او الخضره بتاعتها مع الفول. انا حبيت اجربها كده المره دي، قلت عشان تكون ناعمه وما يكونش فيها قطع من الخضار. لما بضربها كلها مع بعض بفضل قطع الكرات بالذات مش بتنفرم كويس. قلت اجربها بالطريقه دي وطلعت حلوه خالص. انا فرمت الفول كله لوحده كده الاول، وبعد كده فضيته، وبعدين فرمت الخضار اللي هو عباره عن البصل والثوم وربطه الكزبره الخضراء. لو مش عندك كزبره خضراء ممكن تحط كزبره ناشفه، وبكون احسن على فكره. الكزبره الخضراء لما بتتاخر في الفريزر بتسمرها شويه. الكزبره الناشفه هتكون احسن. بضيف ليها كمان معلقه من الشطه مع الملح. بعد كده باخدهم لما بتاكد انهم انفرموا ناعم خالص، بضيفهم بقى على الفول اللي انا عملته ده، اللي انا فرمته الاول، برجعها في الكبه بقى. بعد كده اخلطها تاني في الكبه، هتنضرب، هتكون ناعمه خالص، كمان هتكون لونها حلو زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. يا ريت لو وصلتوا في الفيديو معايا لحد هنا تدعموني باللايك والسبسكرايب علشان يوصلكم مني كل جديد، وتعليق منكم كده يشجعني. شايفين قوامها حلو خالص، وكمان ناعمه ولونها حلو، ومش بتحتاج بقى ان في ناس بتعملها في الخلاط وتحط عليها ميه عشان تمشي في الخلاط وترجع تصفيها. لا، انا افضل الطريقه دي احسن من كده بكتير. بعباها في باكياس، كل كيس كده على قد المره اللي انا هستخدمها فيها. وكمان حطيت كده حبه في طبق عشان احمرهم معاكم. ما شاء الله، شايفين طلع معايا كميه حلوه قوي. احط شويه كده من الزيت في الطاسه واحمر معاكم كده نشوفها. على فكره انا بحمرها كده تاني يوم الصبح قبل ما امشي على الشغل، يعني كده وهي مبيته كمان. ما شاء الله بقى ريحتها حاجه تانية خالص. احسن من اللي بتنباع كتير، صحيه وبالزيت نظيف زي ما انتم شايفين كده. الطاسه دي طبعا اي بيت فيه طاسه مخصصه للتحمير مهما كان البيت، غير بره خالص خالص. مش عارفه اللي بره دي بيكونوا عاملين فيها ايه، بيكونوا خالطين فيها حاجه مش معروفه، يعني بحسها بتكون مش فول صافي يعني. وكمان حطيت عليها سمسم زي ما انتم شايفين كده. بطلعها بقى على مناديل مطبخ كده تمتص الزيت الزائد. وبألف هنا. ما شاء الله الكيس او الكميه بتعمل لي كميه كتير. لو هتشتريها من بره الحبايه من دي مش هتقل عن 2 جنيه بره. الدنيا بقت غلا، وعلى قد ما بنقدر بنوفر وبنعمل في بيتنا حاجه صحيه ما تضرناش وما تضرش صحه اولادنا. اخلص الكميه بقى بنفس الشكل كده زي ما انتم شايفين، ما شاء الله متماسكه ولونها جميل خالص. وكمان في الاخر هفتح لكم حبايه تشوفوها كده لونها بيكون عامل ازاي. اتمنى بقى ان الفيديو يعجبكم ونال رضاكم. يا ريت بقى لو عجبكم تدعموني باللايك والسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.